السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. بصوا بقى، انا طلعت لقيتهم مخلصين كل المكرونة اللي كانت قدامهم على الارض. انا وانا قاعدة جنبهم كانوا ما بياكلوش منها قوي، فقلت احتمال ما ياكلوهاش، لكن طلعت والله لقيت الارض فاضية وما فيهاش ولا حباية مكرونة. فقلت الحمد لله كده تمام. اي رز بقى يبقى عندي، اي مكرونه، الحاجات اللي هي ماسكه نفسها شويه دي هحط لهم منها مع العلف اهي، تساعد شويه وفي نفس الوقت تحلي الطعم، تخلي الفراخ كده طعمها حلو. بصوا هم خلصوا برضو جعانين، لان طبعا هم يعتبروا ما كانوش بقالهم فتره طويله. فانا جهزت لهم كده الخلطه اللي انا هعملها، و هقول لكم على الحاجات اللي ما ينفعش تعمليها قبل الذبح باسبوع. يعني انتي خلاص فراخك دي هتطلعيها، في خلطات معينه ما ينفعش تعمليها عشان ما تبانش في طعم الفراخ. تمام؟ فقبل ما تذبحي الفراخ باسبوع كده تكوني موقفه الخلطات دي اسبوع على الاقل، على ما ينسحب طعمها وريحتها من لحم الفراخ، عشان ما ترجعيش برضو تلاقي فيه طعم غريب في الفراخ. فنبدأ كده بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ما تنسوش لايك للفيديو ده لو عجبكم، واللي ما اشتركش يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. بصوا بيلفوا حواليا اهو، بيلفوا حواليا عشان سامعين الكيس في ايدي بتاع الاكل، وهم جعانين قوي، فهعمل لهم الخلطة بقى على طول. يعني حبايتين علف وقعوا قلبوا لي الدنيا. بصوا انا مش عارفه احط العلف ولا هنا ولا على الارض، عمالين من كتر الجوع مش ثابتين خالص. حتى انا قصرت حتى في الخلطه اللي هعملها النهارده، مش حاطه حاجات كتير. بصوا كده انا هنا حطيت سمسم وحبه البركه. تمام؟ حاطه هنا بقى اهو، بصوا جزء شويه دشيش، مثلا لو ربع دشيش وربع عيش، وبقيه الكميه ضعفها علف. يعني في الاول كده في التخليط حطي العيش والدشيش حبه صغيرين، لان هم لسه مش متعودين عليه. تمام؟ فعلى ما يتعودوا على التخليط ده تكون انت حاطه كميات بسيطه. بعد كده مثلا حطي نص عيش نص دشيش كيلو علف، هيبقى معاكي هنا خلطه 2 كيلو تقعد قدامهم فتره على حسب العدد طبعا. فتقدري تستخدمي بقى العيش الناشف المتكسر. رايحه فين؟ الفراخ الخفيفه اللي هي كيلو ونص دي هي اللي بتعرف تطير، الفراخ التقيله برطه في مكانها. فتبداي في التخليط كده بكميات بسيطه، وبعد كده تبداي تحطي بقى لو 2 كيلو قدامهم يقعد طول النهار مفيش مشكله. انا المفروض كنت حطيت مع الخلطه دي كمان بصل مفروم. انا عايزه استعمل البصل المفروم الفتره اللي باقيه، سواء هقعدهم يوم 2/10، الفتره اللي باقيه دي قبل الذبح عايزه استعمل البصل المفروم يوميا. لو البصله حتى هقسمها على مرتين، يعني الناس اللي بتقول البصل غالي ومش هينفع، اقسميها مثلا على مرتين. خلي كل يوم وجبه واحده لو بنص بصله، وبقيتها عينيها في التلاجة لتاني يوم وجبه واحده حتى كل يوم، عشان تحلي معاكي الطعم كده وتلاقي فراخك متبله وهي صاحيه. فعلا بتفرق في الطعم جدا. وهحط كمان كركم اهو. يعني بصوا كل حاجه الحمد لله جايه على اخر الدوره، وتبقى شويه شويات كده، شويات. وهحط كمان بصوا شويه الشطه دول اللي انا كنت مطلعاهم من تحت عشان الخلطه هم ما يستغربوهاش. فشويه خلطه شويه شطه يفتحوا الشهيه. الشطه دي بتفتح الشهيه جدا. حتى انتوا كده لو تلاحظوا احنا كبني ادمين لو في حاجه شطه كده جنب الاكل بناكل اكتر من الطبيعي. فحطي الشطه، فاتح شهيه ومضاد فيروسات قوي جدا، ترفع المناعه جدا. وفي الفراخ رايحه فين يا بروطه؟ تقيله. وفي الفراخ البياضه بقى بتزود انتاج البيض. انا هفضي في العلافات واحط قدامهم عشان اقول لكم ايه الخلطات الممنوعه قبل الذبح باسبوع، لان كده انا مش هعرف اتحرك في الخلطه دي. الاول الشطه، عايزه اقول لكم لو عندكم فراخ بتبيض او بط بيبيض حطي الشطه دي باستمرار، هتحسن انتاج البيض وحلوه جدا في زياده انتاج البيض. لو الفراخ قطعه ترجع تشتغل تاني. المهم استعملت في الخلطه دي الدشيش الناعم، بتبقى لسه كده يعني شبه العلف البادي. دي شيشه صغيره حجمها صغير عشان الفراخ ما تبعترهاش بره العلف. فاستعملي في الاول الدشيش الناعم، بعد كده ممكن تستعملي الخشن، مفيش اي مشكله. تمام؟ هحط بقى الخلطه دي يوميا، هزود عليها حاجات لكن مش همنعها. يوميا كده هحطها عشان الفراخ اللي هذبحها تبقى طعمها متغير. الميه هحط على السقايه خل مضاد سموم، عشان طبعا العمر كل ما بيكبر الناس اللي بتغير لناهي بتلاقي الفراخ التقيله بتموت. فانتي العمر كل ما يكبر كده استعملي الخل، بلاش مضاد السموم بقى، عشان نذبح في اي وقت ما نبقاش مضطرين نستنى مده سحب ولا غيره. ده بالنسبه للخلطات اللي تستعمليها قبل الذبح باسبوع يوميا.
تحطي العيش مع الدشيش، تحطي بواقي الرز، مكرونه، الحاجات الناشفه دي. وتقدري كمان تستخدمي البصل ده يوميا، مفيش اي مشكله. لو الجو عندك حر، النهارده كان في نسمه هواء طول النهار، الجو عندك حر، استعمليها بالليل عشان ما يبقاش في خطر على الفراخ، والشطه دي برضو تبقى بالليل. والحاجات بقى الممنوع ان انت تستعمليها للفراخ قبل الذبح باسبوع، اولهم الشيح عشان ما يبقالوش ريحه في لحم الفراخ. الشيح والحلبه برضو بتعمل ريحه كبيره جدا، فامنعي خالص ان انت تستعملي الحلبه. ممكن تستعملي العسل عادي، يعني العسل، الخميره، ما فيهمش اي مشكله، لكن الحلبه هتعمل ريحه، والشيح ممكن يعمل ريحه. كمان الطيور البلدي، الناس اللي عندها طيور بلدي وقربت تذبح منها، اوعي تستعملي السمك المسلوق قبل الذبح، سواء لطيور بلدي او لبط. لو استعملتي السمك المسلوق ده، طبعا معظم الناس بتستعمل السمك للفراخ البلدي والبط عشان زيادة الوزن ويعالجوا الافتراس، بس لو استعملتيه قبل الذبح باسبوع هتلاقي الطعم زفر بطريقة فظيعة، مش هتقدري تشربي شوربة ولا تاكلي ولا حتة لحمة منه. فتوقفي الاستعمال قبل الذبح، ممكن كمان ب10 ايام، زفرة السمك دي بالذات. وتاكلي نعناع الاخضر، افرمي الربطه وحطيها مع الاكل كده، تغير مرعى، تغير طعم الفراخ وتخلي طعمها حلو. عشان بس ما حدش يسالني انت حاطه العلافات على الارض ليه، انا عشان اصورهم بمنظر حلو. لكن اهي البتاعه مكانها اهي فاضيه وما عليهاش حاجه، فانا حطاهم هنا بس عشان اصورهم بمنظر حلو. المهم الزفره دي تفرمي بقى نعناع، علشان او تحطي مثلا نعناع مغلي او تحطي قرنفل، ده كله يغير مرعى ويغير ريحه الفراخ، ما يبقاش فيها ريحه زفاره. بالنسبه بقى للفراخ البيضه، الشيح والحلبة بطليهم قبل الذبح برضو باسبوع، وممكن تستخدمي البصل بقى باستمرار، هيخلي الطعم حلو والريحه حلوه. بصل وتوم مفيش مشكله، نعناع مفيش مشكله، برضو لو ليمون برضو مفيش مشكله. كل الحاجات دي كويسه قوي، بتغير الطعم للفراخ. الادويه بقى، في ادويه يعني كل دواء كده وله مده سحب. يعني مثلا في حاجات بتقعد 5 ايام، يعني قبل ما تذبحي ب5 ايام تبطلي الادويه لحد ما تخرج من جسم الطيور. في بقى مضادات معويه بتطول جدا، يعني مثلا زي النيوميسين، الناس اللي بتعالج الاسهال الابيض بالنيوميسين مضاد معوي. لو استخدمت البنفلور بدل النيوميسين في العمر الكبير، مش هتقدري تذبحي قبل شهر، حتى لو فراخك خلاص لازم تندبح. دي بتقعد 28 يوم على ما تنسحب من جسم الفراخ. البنفلور المضاد المعوي، البنفلور اللي بنستخدمه للنزلات المعوية او للاسهال الابيض، لو استخدمتيه البنفلور ده النوع ده بالذات، لو استخدمتيه في العمر الكبير لازم تستني 28 يوم على ما تذبحي. شايفين الفترة قد ايه؟ فكل علاج مختلف في فترة السحب بتاعته. عشان كده البنفلور ده بنستخدمه في اول العمر، يعني اول 4 ايام او اول اسبوع من عمر الفراخ تستخدمي البنفلور عادي. بعد كده بقى طبعا بقيه الدوره بيكون الدواء ده انسحب من جسم الفراخ. لو تعبوا في العمر الكبير وعايزه مضاد معوي، تجيبي بقى النيوميسين او اي نوع تاني من المضادات المعويه. الدكتور لما يسالك على العمر تقولي له طبعا علشان يديكي حاجه مناسبه، فتره السحب بتاعتها قصيره، تلحقي تذبحي الفراخ دي وما تستنيش. البنش ومضاد السموم، ناس كتير بتقول ما بياخدش فترة سحب، يعني ناس كتير بتقول احنا بنستعمل البنش عادي وبنذبح بعدها، ناس بتقول احنا بنستعمل مضاد السموم البيولوجي. يعني هنا بتكلم على البيولوجي مش الخالي اللي انت بتشتريه من البيطري، رغم ان برضو في معلومات بس الله اعلم بقى، ده شغل يعني دكاترة بيطريين بيقولوا ان مضاد السموم البيولوجي هو الخل بس متلون. يعني انا سمعت الكلمه دي من ناس كتير من المربيين، فانا بصراحه ما افتيش فيها، انا اعمل المطلوب مني وخلاص. ناس بتقول ان المضاد السموم البيولوجي ده خل بس متلون، فالعلم عند ربنا. المهم ان المضاد السموم اللي تشتريه من البيطري تستني بعدها على الاقل 5 ايام اضمن، يعني حتى لو في بيقولوا لك بلاش او تذبحي عادي، انا بفضل ان انا يعني ايه ابقى في الامان اكتر. البنش نفس النظام، بما انه بيطري، اي حاجه بيطريه بحب استنى قبلها 5 ايام قبل ما اذبح، حتى لو سمعت ان هي ملهاش مده سحب، عشان ابقى مطمنه اكتر. فبصراحه في ناس بتقول ليها مده سحب وناس بتقول ملهاش، فالاحسن تخليكي في الامان وكفايه 5 ايام قوي. انما الحاجه الوحيده اللي بتقعد 28 يوم هو البنفلور، فاوعي تستخدميه في العمر الكبير. اي دواء تاني استني 5 ايام. الشيح والحلبة يعني افصليها برضو قبلها ب5 ايام. الزفارة لو هتذبحي بط بلدي او هتذبحي طيور بلدي تفصليها قبلها باسبوع او 10 ايام، وتستخدمي النعناع عشان تنضفي لحم الفراخ. دي الحاجات الممنوعة قبل الذبح، لازم تستني عليها فترة عشان الطعم ما يبانش في الفراخ. تمام كده؟
لحد هنا الفيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك، واللي ما اشتركش يشترك عشان يوصلوا مني كل جديد. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد على خير. سلام.